هل تعتقد أن المستقبل أصبح أقرب مما تتخيل؟ تخيل لحظة تدخل فيها إلى عيادة طبيب، لكن الشخص الوحيد الذي سيقابلك هناك ليس بشخص. تخيل أنك تستلقي على سرير الفحص وتغلق عينيك، وعندما تفتحهما مرة أخرى تجد أن الورم الذي كان يهدد حياتك قد اختفى تماما بدون جراحة وبدون ألم. هل هذا خيال علمي؟ لا، هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن، أو بالأحرى الواقع الذي يرسمه لنا الذكاء الاصطناعي في عالم الطب. قبل ما نبدأ الرحلة المذهلة دي، أنا بعتبرك شريكي في استكشاف عوالم التكنولوجيا دي. لو كنت بتحب تفضل عاقل ومهتم بمعرفة إزاي الآلات بتغير حياتنا، يبقى أنت في المكان الصح. دلوقتي لو شفت إن المحتوى اللي هقدمه النهاردة مهم ومفيد، ممكن تدوس على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك لحظة اكتب في التعليقات ايه هو اكتر سيناريو ممكن يخوفك او يثير حماسك بخصوص الذكاء الاصطناعي في الطب. انا متأكد ان تفاعلكم هو اللي بيخلق النقاش الممتع ده. اتفضلوا معي في رحلة قصصية من غير تعقيدات. تعالوا نبدأ من اول نقطة. كم مرة جيت وكنت محتاج تروح للدكتور لكن الدكتور مش متاح، او كنت قلقان ان التشخيص اللي هتسمعه يمكن يكون غلط؟ هنا يظهر البطل الخارق الجديد في المعادلة. الذكاء الاصطناعي النهاردة بقى عنده القدرة انه يقرأ صور الأشعة السينية والمقطعية بدقة تفوق الدقة البشرية. ازاي؟ لأن العين البشرية بتتعب وممكن تغفل عن تفاصيل صغيرة جدا بعد ساعات طويلة من الشغل، لكن البرنامج اللي اتعلم على ملايين الصور ده لا يتعب ولا يمل ولا تغمض له عين. هو بيمسح الصورة كلها جزء جزء، وبيقدر يكتشف خلايا سرطانية أولية في الرئة مثلا، مش مجرد إنها صغيرة لكن إنها أصغر بكتير من إن عين الدكتور تشوفها. تخيل معي إنك بتروح تعمل أشعة عادية جدا، وبعدها بلحظات النظام بيحللها ويقول لك في منطقة هنا مش مظبوطة محتاجة تركز عليها. ده مش مجرد تشخيص أسرع، ده بقى إنقاذ لحياة قبل ما المرض يبدأ أصلا. في مستشفيات كتير في العالم دلوقتي الأشعة بتمر على نظام ذكاء اصطناعي أولا قبل ما توصل للدكتور البشري. الذكاء الاصطناعي بيعطي رأيه الأول وبعدين الدكتور بيراجعه ويأكد عليه. تعاون عجيب بين الإنسان والآلة لصحتك. خلينا ننتقل لحكاية تانية، حكاية أبطالها مش أطباء فقط لكنهم مرضى كانوا على حافة الهاوية. من أكثر الحاجات اللي تقتل في الحوادث أو الجلطات هي عامل الوقت. كل دقيقة بتعدي على مريض من غير تدخل بتقلل فرص نجاته. هنا ظهر الذكاء الاصطناعي كمنقذ بارد وسريع. في بعض أنظمة المستشفيات بمجرد ما سيارة الإسعاف بتتحرك، كل البيانات الحيوية للمريض زي ضغطه ونبضه ومستوى الأكسجين بتتبعت للمستشفى. أنظمة الذكاء الاصطناعي هناك بتشتغل فورا على البيانات دي وبتقارنها بآلاف الحالات السابقة، وبتتنبأ قبل ما المريض يوصل ب15 دقيقة هل هذا المريض عرضة للإصابة بجلطة أثناء الطريق، هل حالته متجهة للخطر. وبناء على هالتنبؤ ده النظام بيبعث تنبيه للفريق الطبي. الفريق بيبقى مستعد وغرفة العمليات أو العناية المركزة بتكون جاهزة، بل وأحيانا الأدوية المناسبة متحضرة. الفرق بقى مش دقائق، الفرق بقى ثواني. الذكاء الاصطناعي هنا مش بيعمل حاجة خارقة، هو بس بيقرأ تاريخ وبيفهم الأنماط وبيقدر يتنبأ بالمستقبل القريب بدقة متناهية أكثر من أي عقل بشري ممكن يعملها في هاي اللحظة. والآن نروح لأعمق نقطة، وهي إزاي الذكاء الاصطناعي بيساعد في تصميم علاجات جديدة. الموضوع كان بياخد سنين طويلة وعشرات المليارات من الدولارات عشان تكتشف دواء جديد. الشركات كانت بتجرب آلاف المركبات الكيميائية على أمل إن واحدة منهم تشتغل، لكن الوضع اختلف تماما. النهاردة الذكاء الاصطناعي بقى عنده القدرة إنه يحاكي تفاعلات الكيميائية على الكمبيوتر قبل ما تتعمل في المعمل. يعني بدل ما تجرب 10,000 مادة في الواقع، النظام بيجرب 10 مليون مادة افتراضية في دقائق، ويقول لك في 5 مركبات منهم بالذات عندها احتمال كبير إنها تقضي على هذا الفيروس بالذات. تخيل معي فيروس جديد ظهر، بدل ما نستنى السنة كاملة عشان نبدأ نصنع له لقاح، الذكاء الاصطناعي يقدر يصمم بروتين معين يلتصق بالفيروس ويحيده في خلال أسابيع قليلة. ده مش تسريع للوتيرة، ده تغيير لقواعد اللعبة تماما. الشركات اللي استخدمت الذكاء الاصطناعي في تطوير لقاحات كوفيد-19 قدرت توصل للنتيجة في وقت قياسي، وده كان أعظم دليل على إن المستقبل بقى هنا. في الآخر خلينا نوقف ونفكر شوية. الذكاء الاصطناعي النهاردة بقى صديق وحليف قوي جدا للبشر، بقى يساعد الجراح في العمليات الدقيقة، بقى يساعد المريض في متابعة حالته من البيت عن طريق الساعات الذكية اللي تكشف أي تغير في ضربات القلب، بقى ينقذ أرواح. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه واللي عايز رأيك فيه، لو في يوم حصل خطأ طبي مين المسؤول؟ الدكتور البشري ولا الخوارزميات اللي اتعلمت؟ وهل ممكن نثق بشكل كامل في قرارات الآلة لو كانت حياتنا على المحك؟ ده موضوع كبير ومهم وهنحتاج نفتح فيه نقاش تاني في فيديو قادم إن شاء الله. أنا استنيت رأيك في تعليقات. هل أنت شخصياً تثق إنك تتعالج بناء على تشخيص من ذكاء اصطناعي من غير تدخل بشري، ولا لازم تبقى في عين دكتور واقفة جنبك؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم اسمك أو اسم القناة من عقول الروبوتات، وإلى اللقاء في قصة تقنية جديدة.